بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمر معنا في الدرس المتقدم الكلام على أهمية التوحيد، وأنه ينبغي على كل مسلم أن يهتم بأمر التوحيد تعلما، أي أن يتعلمه، وتعليما أي أن يعلمه، ودعوة أن يدعو إليه، وعملا أن يعمل به. وكذلك الشرك أن يتعلمه وأن يجتهد في اجتنابه وتركه، وأن يبين للناس الشرك وينهاهم عنه. ومر معنا تعريف التوحيد، ثم قال حفظه الله: فصل: أهمية التوحيد. قال: التوحيد لأجله خلق الله الخلق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجله أرسل الله الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: وبدونه لا يدخل إنسان الجنة، ومعه لا يخلد إنسان في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالأمر الذي خلقك الله لأجله وأرسل إليك رسله وأنزل عليك كتبه لأجله، وسعادتك وشقاؤك متوقفة عليه، هو أمر والله يستحق أن تفني عمرك في معرفته والعمل به والدعوة إليه. في معرفته والعمل به والدعوة إليه. هذا الفصل فيه أهمية التوحيد. فالله عز وجل ما أوجد هذه الخليقة وما خلق الخلق إلا ليعبدوه. ومعنى يعبدوه أي يوحدوه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وغيره: كل آية في كتاب الله تأمر كل آية في كتاب الله تأمر بالعبادة، أي بالتوحيد، ليعبدوه أي ليوحدوه. فالله عز وجل بين في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل ما أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا لأجل ذلك. فلذلك يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي دعوة جميع الرسل،
هي دعوة جميع الرسل، فما من رسول أرسله الله عز وجل إلا وهو يدعو إلى التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما في سورة الأعراف عندما ذكر الله عز وجل جملة من الرسل، فكان أحدهم يقول: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومما يدل على أهمية التوحيد أيضا أنه لا يدخل الإنسان الجنة إلا بالتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لا يشرك بالله شيئا أي موحد دخل الجنة. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي لفظ: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا أي شريكا دخل النار. وفي المقابل: من مات وهو لا يدعو من دون الله ندا وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. فمن أشرك بالله فقد حرم الجنة، فقد حرم الجنة ووجبت له النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: فالأمر الذي خلقك الله لأجله التوحيد، وأرسل إليك رسله التوحيد، وأنزل عليك كتبه التوحيد، لأجله أي لأجل التوحيد. وسعادتك بدخولك الجنة، وشقاؤك بدخولك النار. سعادتك بدخولك الجنة ونجاتك من النار، وشقاؤك دخولك النار وحرمانك من الجنة متوقفة عليه، أي أنك لن تدخل الجنة إلا إذا حققت هذا الأمر. فإذا لم تحقق هذا الأمر صرت من أهل الشقاء، وإذا حققته صرت من أهل السعادة. هو التوحيد، هو أمر والله. هنا قسم، هنا حلف، وهذا اعتراض بين الكلام. الأصل متوقفة عليه هو أمر يستحق، لكن جاء بالقسم ليدل على الأهمية. يستحق أن تفني عمرك تجعله دائما فناء العمر، ذهاب العمر في ماذا؟ في معرفته، في معرفة التوحيد والعمل به والدعوة إليه. إذا كان هذا الأمر أي التوحيد سعادتك متوقفة عليه، على تحقيقه، وشقاؤك متوقفة عليه، على عدم تحقيقه وعدم العمل به والإشراك بالله، فينبغي عليك أن تجتهد في طوال عمرك في معرفة التوحيد لكي تعمل به، ومعرفة الشرك لكي تجتنبه، وتعمل به، تعمل بالتوحيد، وتعمل بالنهي عن الشرك باجتناب الشرك، وتدعو إلى التوحيد، وتبين خطر الشرك. وكما تقدم معنا هذا فيه بيان عظمة التوحيد وأهميته، وأنه
وفيه بيان خطأ من يقول أن التوحيد أمره سهل، وهؤلاء هم أهل البدع والخرافات، يقولون أشغلتمونا دائما توحيد توحيد توحيد. التوحيد أمره سهل، يدرس في دقائق وفي ساعات. يقال هذا ما عرف التوحيد وما عرف أهمية التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم من بداية دعوته إلى نهاية دعوته وهو يدعو إلى التوحيد. جميع الرسل كلهم يدعون إلى التوحيد، وأنت تقول التوحيد أمر سهل. هذا جهل بأهمية التوحيد، هذا جهل بأهمية التوحيد. فما انتشر الشرك وفشى في أوساط هذه الأمة في هذه الأزمان المتأخرة إلا بسبب الجهل وبسبب عدم تعلم التوحيد، بسبب عدم تعلم التوحيد. ثم قال حفظه الله: فصل: أقسام التوحيد. قال الشيخ أحمد ابن شفان الأهجري اليماني في تعليقه على كتاب الدروس المهمة للإمام ابن باز رحمه الله. شيخ أحمد بن شفان اليماني ومن مشايخ اليمن، وهذا الكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للإمام ابن باز رحمه الله تعالى كتاب مفيد قد جمع فيه ما يحتاجه المسلم في باب العقيدة والتوحيد، وفي باب التفسير أيضا، وفي باب أيضا الفقه، وفي باب الأخلاق والآداب. فهو كتاب عظيم مع صغره، ولكنه جمع بين هذه الأمور. قال: وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على صحة هذا التقسيم، أي تقسيم التوحيد إلى كما سيذكره حفظه الله تعالى إلى 3 أقسام، هذا مجمع عليه. قال: على صحة هذا التقسيم، وأنه حق لا مرية فيه، أي لا شك، لا مرية أي لا شك فيه لدلالة النصوص عليه. هذا التقسيم مستخرج من استقراء النصوص، دلالة النصوص، كتاب الله أي النصوص، والقرآن كتاب الله، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: القسم الأول توحيد الربوبية. قال: وهو الإيمان بأن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء، والمالك لكل شيء، والمتصرف في كل شيء، والحافظ لكل شيء، القادر على كل شيء، وإليه يرجع أمر كل شيء. قال: فمعنى قولنا الإيمان بأن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء، أي اعتقاد أن الله هو الذي خلق الكون بما فيه من أرض وسماء وما بث فيهما من خلق له. ودليلنا قول الله: الله خالق كل شيء. ومن قال بأن الكون والوجود خلق نفسه أو خلق من عدم فقد ألحد، والإلحاد باطل بالشرع والعقل والفطرة. توحيد الربوبية يعرفه العلماء بأنه إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله، أي بالخلق والملك والرزق. وهذا التوحيد
أقر به المشركون إلا قليل كفرعون، مع أنه مقر في قرارة نفسه بهذا التوحيد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالله عز وجل أكثر من تقرير هذا التوحيد في المشركين، وهم مقرون به، مقرون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فسيقولون الله. يقرون، كفار قريش مقرون بهذا التوحيد، بأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المتصرف، هو المالك. يقرون بهذا، لكن هل نفعهم هذا؟ لا، لم ينفعهم هذا، لأنهم أشركوا في توحيد الألوهية كما سيأتي معنا، الذي هو حق الله على العبيد. قال: فمعنى قولنا الإيمان بأن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء، أن يعتقد العبد بأن الله عز وجل هو الذي خلق جميع الخلائق، جميع الخلائق. الله خالق كل شيء، فليس هناك من المخلوقات لم يخلقها الله عز وجل، لم يخلقها الله عز وجل، بل جميع الخلائق خلقها الله عز وجل. فمن زعم أن أو اعتقد أن هذا العالم أوجد نفسه بنفسه، أوجد نفسه بنفسه، وهؤلاء هم الملاحدة، الملاحدة في هذا الزمن وفي الزمن المتقدم، أو أن هذا العالم خلق من عدم، خلق هكذا، أي بمعنى أنه أوجد نفسه بنفسه، فهذا أيضا من الإلحاد. وهذا قلنا لم يقل به إلا شرذمة وطائفة قليلة هم الملاحدة، وأما المشركون فقد أقروا به، كفار قريش، أبي لهب وأبي جهل وأمية ابن خلف وغيرهم، كفار قريش يقرون بهذا، بتوحيد الربوبية، ويقرره الله عز وجل في كتابه الكريم في كثير من المواضع، في كثير من المواضع. قال: ومعنى قولنا المالك لكل شيء، أي أنه سبحانه مالك الملك، وكل مخلوق فإنه ملك لله، فليس لغيره سبحانه حق في التصرف إلا بإذنه، وليس لمخلوق طاقة في أن يخرج من ملك الله، فكل مقهور بقهر الله الذي أحاط بكل شيء علما. نعم، الله مالك كل شيء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالله عز وجل مالك كل شيء، وكل مخلوق ليس له شيء من التصرف في هذا الخلق وفي هذا الكون، وكل مخلوق مقهور بقهر الله عز وجل، مقهور بقهر الله عز وجل، لا يمكن أن يخرج من ملكوت الله ومن قهر الله، فكل مقهور بقهر الله. قال: ومعنى قولنا المتصرف في كل شيء والحافظ لكل شيء، أي أن كل ما جرى في الوجود ويجري وما سيأتي في المستقبل فهو بأمر الله وقدرته
ودليلنا قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فلا أحد غير الله له القدرة على خلق أو إماتة ولا على رزق ولا هداية إلا الله وحده. ومن زعم أن غير الله يتصرف في كون الله فيحيي أو يميت أو يرزق أو يجيب فقد جعل لله شريكا في ربوبيته، وذلك يسمى الإلحاد. وهذا بمعنى الكلام المتقدم، أن الله عز وجل المتصرف في هذا الكون، فليس هناك شريك لله متصرف فيه، وإلا إذا كان هناك شريك لفسد هذا الكون. فالله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. قال: ومعنى قولنا القادر على كل شيء وإليه يرجع أمر كل شيء، أي الإيمان بأن الله قاهر لكل شيء، وأنه لا يعلو في الدنيا شيء إلا والله أعلى منه، ولا يقوى في الحياة شيء إلا والله أقوى منه، وهو القاهر فوق عباده. وهذا كله في معنى توحيد الربوبية، فخلاصة هذا القسم أن الله عز وجل هو الخالق المالك المتصرف في كل شيء، القادر على كل شيء، المحيط بكل شيء، وليس هناك شريك لله عز وجل في ربوبيته. وأن هذا القسم قد أقر به المشركون ولم ينكره إلا قليل، كأمثال فرعون، مع أنه مقر في داخل نفسه بهذا التوحيد. قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجاءت طائفة وهم الملاحدة فأنكروا هذا التوحيد، وزعموا أن الخلق أوجد نفسه بنفسه، وأن هذا الكون أوجد نفسه بنفسه، وهذا كفر والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.